الفيديو ده انا هعمل معاكم نبلة. واللي ما يعرفش النبلة كانت أداة قديمة بيصطادوا بيها الطيور، يصطادوا بيها الحيوانات، يصطادوا بيها أي حاجة هم عايزين يصطادوها. فاللي يعرفني من زمان عارف إن أنا بحب أدوات الصيد اللي زي القوس والسهم والنبلة والكلام ده كله. وبصراحة أنا هرجع تاني لأيامي من حوالي مثلا 5 6 7 سنين ورا، وهعرفكم ازاي تعملوا النبلة من حتة سلك مرمي عندكم في البيت. بصوا، ده سلك انا والدي كان جايب لفة سلك فانا خدت منها القطعة دي. انما انت لو ما عندكش لفة سلك، لو تعرف القماشة اللي هي الحديد دي، هسيب لك شكلها هنا دي. هتقدر هتقص الحتتين اللي هما من تحت بتاعتها، وهيكون معاك اقوى واحسن من دي كمان. بس انا عشان مش متوفر عندي غير دي، وبدون رغي كتير يلا بينا اوريك ازاي هتعملها. اول حاجه يا صديقي، انت هتجيب النص بالظبط. هتحاول ان انت تجيب النص بالنظر كده. انت لو عندك متر برضو اعمل، بس انا عشان مكسل اقوم اجيب متر. اتوقع ان النص مثلا ممكن يكون من هنا كده. تمام، فانا هاجي من هنا كده واحاول ان انا اتنيها شويه. تمام، هاجي هنا كده اتني. الله عليا، نص طيب الحته الزياده قوي دي، الزياده البسيطه دي طلعت بالنص بالظبط زي ما انا كنت عامل. وهنوقف دي كده من هنا كده. تمام، ونتني من هنا كده. تمام، خليها تكون بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هنيجي برضو من النص من هنا كده وهنفرد دي. تمام، هنيجي هنفرد دي، بسم الله. وقدامها برضو بنفس الوضع هنفرد دي. كده احنا عملنا مبدئيا جزء كده منها. تمام، بعد ما فردناها كده هنيجي هنسيب حوالي 3 سنتي او 4 سنتي من هنا كده، وهنبدأ نروح تانيينها. انا السلك طبعا عندي عشان ضعيف فانا بتنيها بايدي عادي، انما انت ممكن السلك اللي انا بقول لك عليه بتاع الشماعه ده ممكن يكون قوي، فالافضل ان انت تجيب بنسة او زراديه على حسب ما بتقولوها. وكذلك برضو هنيجي من هنا كده وهنسيب بتاع حوالي 3 سنتي. هنيجي من هنا كده ونروح فردين دي كده زي ما انتم شايفين كده. لحد كده احنا بدأنا نعمل الهيكل بتاعها. هنيجي بقى من هنا كده وهنحاول نتني جزء بسيط جدا صغير خالص كده، بس سيبه مفتوح في البداية بحيث ان احنا لما ندخل الاستيك ونروح قافلين عليها. وهنيجي برضو من هنا كده. تمام، وهنتني برضو كده. تمام كده زي ما انتوا شايفين دي كده. احنا كده خلصنا المجسم بتاعنا. فاضل بقى المرحلة التانية واللي هي هتكون الاساتك. الاساتك بقى انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بجيب حوالي استيكين او 3 واتنيهم. ايوه ماشي، بتاع حوالي 3 اساتك. طبعا انا جايب الاساتك اللي هي التخينة، انت ممكن تجيب الرفيعة، انا جايب التخينة، بس يفضل ان انت تجيب التخينة. وهنجيب 3 كمان، يعني كده معانا 3 و3 يبقى كده 6. هندخل ده في قلب ده كده ونتني ده. تمام، يكونوا معانا كده. تمام، زي ما انتم شايفين كده. هنيجي برضه هنا كده نجيب 3 اساتك، ومن عند الجزء اللي احنا تنيناه من هنا كده هندخل فيه الجزء ده وهنتنيه برضه، يكون معانا بالشكل ده كده. تمام، كل بقى ما نكتر كل ما يكون اقوى، كل ما نكتر اساتك كل ما يكون الرمية بتاعتك قوية جدا. تمام، انا عن نفسي هستكفى بدول كده. تمام، دول كده كفاية قوي. هاجي بقى من عند الدخلة اللي هي هنا دي كده واروح مدخل ده واروح قافل عليه. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده.
تمام. هنقفل عليه خالص، نقفل عليه خالص. هيكون بقى المنظر ده كده معانا. هنبدأ نعمل الشكل التاني. احنا كده عاملين هنا 1 2 3 ودي الرابعة. هنعمل برضو نفس الوضع هنا كده. هنجيب 3 ساتك. طيب عشان الفيديو ما يطولش هسرع الحتة دي. طيب كده يا جماعة، أنا عملت الجزء زي ما انتم شايفين كده، عملنا جزئين. فاضل خطوة واحدة بس والأخيرة، واللي هي هتكون الحتة دي. المفروض إن هي تكون جلد طبيعي أو جلد عامة بس يكون مستحمل، أو حتة قماشة بس تكون قوية. فدي بصراحة أنا قصيت على السجادة دي وخرمتها خرم من هنا كده بالمقص. هتيجي كده من هنا وتروح قصصها فاتحها من هنا كده بالمقص كده، من هنا كده، ومن الجنب التاني كذلك. وحاول بقى ان انت تعمل لها زي تجويفه من هنا كده، ماشي، زي تكون كنص في دايره كده من هنا ومن هنا برضو تعمل كده. بعد كده هتجيب بقى الجنب منهم وهتحاول ان انت تدخله من جنب كده، تمام. دخلته من هنا كده زي ما انتم شايفين. المفروض بقى ان انت تعمل حاجه دي اللي انا مش عارف، انا مش فاكرها اوي كنت بعملها ازاي. انا كنت بجيب دي كده، كنت بدخل دي هنا كده، تمام. هحاول بقى ان انا اجيب حاجه اربطها بحيث ان هي تكون ماسكه على دي كده، تمام. بس اتوقع ان دي مش هتستحمل وهتتقطع، فانت لو عندك قماشه قويه يفضل ان انت تعمل بيها. طيب انا هجيب استك وهدخل دي من هنا كده. هركم تاني، هندخل كده الاستك من هنا، تمام، من جوه، ونروح مطلعينه من الجنب ده، تمام. ونروح قارصين على الاخر كده. ماتت، اتوقع يعني ان كده ماتت، تمام. هنيجي من الجنب التاني برضو وهندخل من الحتة دي كده، بسم الله، وهنجيب وهنتنيها دي على دي كده، تمام. وبعد كده هنجيب الاستيك زي ما انتم شايفين كده، الاستيك اللي احنا جبناه، وهندخله من هنا كده ونقص، تمام. كذلك واحدة تانية ونقص. طيب كده بقت معانا شكل النبلة، تمام. هنقوم نجربها دلوقتي. انا قدامي كرتون اهي، مش كرتونة، هو كيس كرتون، تمام. كنت جايب شوية زلط عشان نجرب فيهم. يلا بينا نجرب. طيب يا جماعة، زي ما انتم شفتوا ضربتها قوية جدا 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 جدا، ولا انصح استخدامها للاطفال تماما، ولا تلعب بيها جنب الاطفال. العب بيها في حتة تكون فاضية، وكمان ما يكونش فيها حيوانات عشان ما تأذيش الحيوانات. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عايزين نعمل اي حاجة تانية او اجرب لكم اي حاجة تانية قولولي تحت في التعليقات. وبس كده، سلام.